الراجل ده هيصدعني وليه طلبيه هيقرفني. ما تشوفه يابا. بقول لك ايه يا هلا؟ نعم. بيقوم يحط لنا الاكل وانت محمد ايوه يابا. بعد ما نتغدى هتيجي معايا على المصنع. حاضر يابا. هرد على الراجل ده واجي لكم. ماشي. الو. هو انت في ايه بقى؟ إيه؟ بتعمل نفسك مش واخد بالك؟ مش واخد بالي على ايه؟ عمال الغي فيك وانت ايه؟ عيب اللي انت بتعمليه ده يا هاله. ابويا لو عرف حاجه زي كده هيبقى فيه مصيبه. ولا مصيبه ولا حاجه، هو ابوك هيعرف منين يعني؟ هو اللي فارق معاك انه يعرف او ما يعرفش؟ بقول لك ايه، حسك عينك تتكلمي معايا في الموضوع ده تاني، فاهمه؟ يا ابني هو انت ما بتفهمش؟ بقول لك انا بحبك، ولو انت وافقت هطلق من ابوك. لا بقى، ده انت شكلك اتجننتي خالص. طب بقول لك ايه، قومي امشي واقعدي في الكرسي التاني ده بدل ما ابويا يشوف حاجه ويبقى فضيحه. انا مش فارق معايا يعرف ولا ما يعرفش، انا اللي فارق معايا انت. حسك عينك تتكلمي معايا في الموضوع ده تاني، انت فاهمه؟ يعني افهم من كده انك رافضني؟ احسبيها زي ما تحسبيها. يلا ماشي. روح اقعدي هناك. ايه ده ايه ده؟ في حاجه يا محمد؟ بص كده، في ايه؟ بص كده، في حاجه في عيني. فين دي؟ ايه ده؟ ايه يابا؟ انت اتجننت يالا ولا ايه؟ مفيش حاجه. لا في ان ابنك دوت قليل الادب وبيبص عليا في الرايحه والجايه، والله لا. وكمان عايز يحط ايده عليا. والله العظيم ما حصل يابا الكلام ده. ده هي بيك الوقاحه ان تبص لمرات ابوك. والله ابدا يابا ما اقدرش اعمل كده. ده هي كانت بتقول لي شوف في حاجه في عينيا كداب. والله العظيم ده اللي حصل يعني هي يابا. هتتبلى عليك؟ لا والله العظيم جت يابا وكانت عماله تتكلم معايا وبتلغيني وانا ما رضيتش، وعشان كده هي عملت كده انا اللي ما عرفتش يا ربي. يابا. اسمع يالا، وعزة وجلالة الله من اللحظة دي انت ما هتقعد في البيت ده. هو انت مش مصدقني يابا؟ مش هصدقك، مش يابا. هصدقك يا كلب انك تبص لمرات ابوك. في حد يعمل كده؟ والله العظيم ما حصل يابا، ده هي اللي كدابه. اسمع، ما تجيبش سيرتها على لسانك يابا فهمني. وتطلع من البيت ده، وعزة وجلالة الله لو لمحتك هنا لا اقتلك بيه. يابا حرام عليك، انت كده ظالمني، انا كده ما عملتش حاجه. يلا ده هي اللي عامله كده. بره ايه وش النصايب يابا؟ بره. يابا بالله عليك طب افهمني. سمعت قلت لك ايه؟ يابا بالله عليك والله يلا. لا. بره. تزعلش حقك عليا. انا مش عارفه هو ازاي يعمل كده، ازاي بس يبص لمرات ابوه؟ وحصل قبل كده الموضوع ده؟ على طول بيبص عليا وانا اقول هيعقل ومش هيبص لمرات ابوه، وده مفيش فايده فيه. انت اللي غلطانه. اعمل ايه طيب؟ هو اللي بص عليا وبقول هيسكت وهيعقل ويفهم ان انا مرات ابوه ومش هيبص لي، وهو برده مفيش فايده فيه، ودلوقتي حاول يتطاول عليا ويحط ايده عليا اول ما انت مشيت. ما قلتليش ليه لما حصل الموضوع ده؟ كنت انا وقفته عند حد وفرضته برضه. معرفش. يلا ما تزعليش حقك عليا. ماشي مش هيعكنن علينا بقى. ماشي. يلا اقعد احكي لي ايه اللي حصل مع ابوك؟ زي ما كنت بفهمك كده في التليفون، طردني من البيت بسبب الحربوه اللي هو متجوزها. طب وانت ليه ما قعدتش مع ابوك وحكيت له على كل اللي حصل؟ احكي له ايه يا اسطى؟ بقول لك البت لبستها لي، جيت اتكلم معاه ما خلينيش اتكلم اصلا. عشان انت غشيم، انت ما تقعدش معاها في اي حته لوحدكوا يا جدع. الموضوع مش كده يا اخويا، الفكره ان انا كنت قاعد انا وهي وابويا وقاعدين بنضحك وبنهزر، فجاه ابويا قال لي هطلع اعمل لكم اكل وكده بس. ومن ساعتها بقى لقيت ان في حاجه دخلت في عينيا، جيت ابص في ايه في عينيها، ابويا دخل، ومن ساعتها بقى حصل اللي حصل. البت دي مش سهله يا صاحبي. ما انا عارف. علشان كده يا اخويا البت ديت ما تتسابش، يعني تاخد منها حق. هعمل فيها ايه يا اسطى؟ ما انت عارف ابويا مصدقها. مفيش حاجه اسمها ابوك مصدقها، لازم توقعها. انت مش قلت البت دي عينيها منك؟ حصل. هقول لك انا، تكلمها في التليفون وتقابلها وتحاول توقعها عشان خاطر يعني ابوك يصدقك. طب ونعملها ازاي دي؟ اتصل بيها دلوقتي؟ اه طبعا، انجز عشان خاطر تحل مع ابوك دلوقتي حالا. الو. ايه حنيت؟ مش قلت لك بقى انا لو حطيتك في دماغي هتزعل؟ حقك عليا، انا عرفت غلطي. ولا حق ولا نيله، هو انا مش قلت لك هتبقى ليا وبس وانت رفضت؟ سيبك من المواضيع دي دلوقتي. بقول لك ايه، انا عايز اشوفك،
ما تيجي نتقابل ماشي، وانا موافقه. يلا قبلك دلوقتي. دلوقتي؟ دلوقتي. ماشي، هستناك. باي. عرفت يا اخويا ان هي عارفه ان انت هتكلمها، وهي عايزاك انت يا اخويا، مش عايز ابوك. اديك جيت برجليك اهو، لازمتها ايه بقى اللي خلتني عملته معاك؟ معلش بقى، كنت غلطان. وبعدين ازاي ابص لمرات ابويا يعني؟ ابوك؟ هو انت فاكر ان انا متجوزه ابوك عشان ميتك ده بديبه؟ يا ابني انا اتجوزت ابوك ده جواز مصلحه، علشان خاطر فلوسه بس اول ما شفتك حبيتك انت. وانا كمان حبيتك، بس ازاي نحب في بعض كده وانت مرات ابويا؟ اذا كان على ابوك فانا هروح دلوقتي حالا وهتلكك له على اي حاجه وهطلب منه الطلاق، بس توعدني ساعتها تكون معايا انا. لا، واحده واحده كده، وتفهميني هتعملي ايه بالظبط عشان تطلقي منه. ابوك ايه يا ابني؟ ابوك ده زي الخاتم في صباعي، اقلعه والبسه وقت ما انا عايزه. موضوع طلاقي منه ده ما تشيلش هم، بس انت توعدني انك تكون ليا، عشان لو خلفت معايا ساعتها هطربقها على الكل. عيب عليك، اخلف معاك ازاي؟ انا كنت كل اللي شايل همه اللي انت مرات ابويا بس. وبعدين زي ما انت بتحبيني انا كمان بحبك، يعني بعد ما تطلقي من ابويا اعتبر ان انا ليكي. خلاص اتفقنا. والنبي عسل. ايه يا حبيبي، ايه اللي موقفك كده؟ بقى واحده رخيصه زيك توقع بيني وبين ابني؟ ايه ده؟ ما حصلش. مين اللي قالك كده؟ انت كدابه. انت مش كنت موجود وهو بيحط ايده عليا؟ انت اللي عملت التمثيليه دي عشان اطرد ابني، وانت واحده رخيصه. العيب مش عليكي، العيب عليا انا اللي جبتك وعززتك وخليتك هانم في مكان ما تحلميش ان انت تعيشي فيه. ما حصلش. مين اللي قالك اصلا الكلام ده؟ انا هقول لك. انا هروح لها واقعد اتكلم معاها، اجاريها في الكلام واروح متصل بيك. وانت الحل اللي انت هتعمله ايه بقى؟ انك هتروح لابويا وتفهمه، لازم تفهمه ولازم تسمعه المكالمه دي. فهمتك، يعني انت تقصد وانت بتقابلها هترن عليا اكون انا مع ابوك بالظبط. هسمعه المكالمه. هو ده. يا عم وانا موافق. يلا يلا. عشان هي قالت لي جاي لك دلوقتي. يلا. لا، واحده واحده كده، وتفهميني هتعملي ايه بالظبط عشان تطلقي منه. اهلا يا احمد يا ابني. ازيك يا عم؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ ماشي الحمد لله. لو انت جاي تتكلم في موضوع الكلب ده انا ما عنديش وقت. لحظه واحده بس يا عمي، انت عارف انت مربي محمد ازاي وعمره ما يعمل حاجه زي كده. ما عرفتش يا ربي. لا يا حاج ما تقولش كده، والله العظيم محمد مظلوم. نهايته. بص يا حاج، انا جاي لك دلوقتي عشان انا اتفقت انا ومحمد على حاجه كده، وهتثبت لك ان محمد مظلوم. فهو دلوقتي هيكلمني وانت هتسمع بنفسك وهتعرف قد ايه ان هو اتظلم في الموضوع ده. يا ابني مظلوم ازاي وانا اللي شايفه بعيني؟ لحظه واحده بس يا حاج، ان شاء الله باذن الله هيرن عليا دلوقتي اهو. اذا كان على ابوك فانا هروح دلوقتي حالا وهتلكك له على اي حاجه وهطلب منه الطلاق، بس توعدني ساعتها تكون معايا انا. يا كلبه. طبعا هو استحاله ان محمد كان يتفق معاه ان هو يقابلها وكده، بس بصراحه وانا قاعد معاه قلت له انت لازم توقع البني ادمه دي علشان خاطر ابوك يصدق. ازاي انا ما فهمتش؟ انا اللي غلطان، انا اللي جبت واحده رخيصه. هو بصراحه يا حاج كان المفروض يعني تتجوز واحده من سنك، ما تجيبش عيله صغيره، بس يلا ملحوق. ظلمت ابني وعزت وجلالة الله يقتلك. لا 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 لا، تقتل ايه يا حاج؟ هي جايه دلوقتي ترمي عليها اليمين وترجع للشارع اللي انت جبتها منه. قبل ما اخد لازم اخد حقي منها تالت ومتلت. خلصانه اللي انت عايزه اعمله ساعتها. تعالى يا حاج، تعالى اجيب لك ليمون. ايه كنت مفكراني خلاص راجل كده عادي لطخ؟ يعني انت كنت متجوزاني عشان الفلوس؟ ايوه كنت متجوزاك عشان الفلوس. انا اصلا ما بحبكش،
انا اتجوزتك علشان خاطر الفلوس، اتجوزك ليه؟ يعني انت اصلا مين يعيش معاك ولا مين توافق بيه؟ وانا قلت لك انت اللي قبلته، انت اللي قبلت الفلوس. اول لما شفت الفلوس فضلت تبيعوا وتشتروا وعايزين فلوس وعايزين وعايزين وعايزين، وفي الاخر طلعت واحده رخيصه ملكيش لازمه في الدنيا. اللي زيك لازم يرجع لمكانه الطبيعي في العشش. ده انت واحده مقرفه وقذره. هو انت فاكره ان نهايه اي واحده خاينه ايه؟ نهايتها الشارع او السجن او اي مصيبه. ما هي ما بتخلصش كده، عمرها ما هتخلص ان انت تكسبي كل ده من غير ما تتذلي، لان النيه وحشه وسودة. وانت اصلا مالك؟ انت ايه اللي دخلك اصلا في الموضوع؟ تخلصي خالص، ما تجيش دعوه. انت ليك عن تتكلمي؟ في الاول والاخر ده ابني من لحم ودم، لكن انت مالكيش لازمه في الدنيا. انت طالق وبالتلاته يا اوسخ واحده شفتها في الدنيا. وهتمشي زي ما دخلتي، جايبك كده بالهدوم اللي عليك. حلوة قوي انك طلقتني. انا اصلا ما كنتش عايزه اعيش معاك، انا كنت اصلا قابله بيك علشان خاطر فلوسك وخلاص، اديها جت منك وطلقتني. بس ما تنساش القايمه اللي انت ماضيلي عليها ب2 مليون جنيه وهاخدهم منك غصب عنك، وبيني وبينك المحاكم. وانت ما شاء الله عليك رجل اعمال مشهور، هتخاف على اسمك وسمعتك فهتدفع غصب عنك. ايه تعبت؟ ايه فين بقى ابنك يجي يشيلك؟ انت واحده رخيصه، استنى منك ايه؟ اتعب بقى، شيله يلا. غوري في شيله داهية. شيل ابنك غوري. يلا في 60 داهيه. حاج عشري، حاج عشري، اسعاف، اسعاف يا ناس، حاج عشري، اسعاف. استرها يا رب، استرها. خير يا احمد، في إيه يا ابويا؟ حصل له ايه؟ مش عارف والله يا محمد. بعد ما البني ادمه الزباله اللي هو كان متجوزها ديت فضلت تقول له المحاكم وتفضحه والكلام ده، اغمى عليه وهو دلوقتي جوه، الدكتور بيبص عليه. طب قال لك ايه طيب الدكتور؟ طيب لسه انا ما اعرفش حاجه اهو. يا دكتور حصل ايه يا ابويا؟ ماله طيب؟ خير مفيش حاجة. يعني طب مني، طيب ايه اللي حصل له؟ هي أزمة قلبية بسيطة بس ما تخافش، يعني الحاج صحته زي البوم. يعني انا ينفع اخش اشوفه دلوقتي؟ مفيش مشكلة، اتفضل. متشكر قوي يا دكتور. يابا الحمد لله على السلامة. حقك عليا يابا، حقك عليا، وانا السبب ان يحصل لك كده. حقك عليا انت يا ابني، كانت في غشاوه على عينيا، سامحني يا ابني. سامحني انت يابا، حقك عليا والله العظيم. انا اللي غلطان، ما كانش ينفع ان انا اتجوز، بس يلا الحمد لله. الحمد لله ان هي غورت في داهية. يابا انت ما تعرفش الانسانة دي انسانة وحشة، والله العظيم كنت عمال اوعيك بس انت اللي ما كنتش عايز تفهمني. حقك عليا يابا، سامحني يا ابني. سامحني انت يابا. متزعلش والله مني. يا ابني انا والله ندمان، ولو كان ربنا خدني والله بعد الشر كان عليك أرحم. يابا، بعد الشر عليك. ان شاء الله تبقى كويس وهتيجي معايا البيت، مفيش اي حاجة ما تقلقش. من هنا ورايح انا ماليش حاجه في الدنيا دي غير ان انا اشوفك سعيد وخلاص، وافرح بيك واشوف عيالك واشيلهم. انا خلاص مش عايز اي حاجه من الدنيا دي تاني. ربنا يخليك يابا، ما يحرمنيش منك. ربنا يخليك يا ابني.